السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم عن الأبراج الأكثر حظا شهر يونيو 2023. طبعا في أبراج بقالها شهر واتنين وتلاتة تعبانين ومتبهدلين، لكن في الأبراج اللي كانت تعبانة دي هتستريح أوي لأسباب تحركات الكواكب، خاصة الأبراج اللي عانت آخر شهرين. هتكلم بالتفصيل، لكن تنويه كده للناس اللي بتتابعنا من غير اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ده أنت اللي حابب تشوفنا تانية، اشتراك وتفعيل الجرس. ايه الحكايه؟ الحكايه ان احنا في ابراج هتبقى الاكثر حظا، وهم معانا 6 ابراج. نبدا ونقول من البدايه. اول برج معانا هو برج الجوزاء. اخيرا بعد عناء مرحله هيبقى عندك القدره عن استغناء عن كل شخص عامل لك مشاكل وتوتر او حتى افكار. ده طبعا ده نتيجه لاستمرار الشمس من بدايه الشهر في برجك، انتقال عطارد إلى برجك، فأنت الأكثر سعدا وحظا، إلى جانب أن نصف الثاني من الشهر تنتقل الشمس إلى بيتك الثاني، وهو بيت المال وتغيير في الأحوال. مرحلة هامة جدا وأنتم الأكثر حظا بلا منازع. معانا أول برج في الحظوظ هو برج الجوزاء. تاني برج معانا برج المعاناة، اللي عدى فترات في معاناة كبيرة جدا، هو برج الميزان. برج الميزان أنت الأكثر سعدا. ليه؟ لأنك طالع من دنيا صعبة، فترة صعبة، عشان كده هتحس بالأمان، هتحس بالاستقرار، هتحس بالتغيير. الفترة فيها تغيير كبير وأنت الأكثر سعدا بلا منازع. الفترة هتسعدك كثيرا نتيجة لتحرك عطارد لبرج الجوزاء الذي يمثل لك بيت السعد، وأيضا استمرار الشمس في هذا البيت، خاصة أول 20 يوم أنت الأكثر هنقول استقرارا وانتهاء للمرار وانتهاء لكل التوترات. فترة حلوة، فترة رائعة، عندكم الفرص، عندكم التظبيطات وأيضا التصالحات. المرحلة هتتصالح مع نفسك أولا، وبعد كده هتتصالح مع الآخرين، لأنك هتشوف نفسك أوي خلال الفترة. فترة مهمة وأنت الأكثر سعدا بأمر الله، أو من أكثر المحظوظين خلال تلك الفترة. أنت برج الميزان. ثالث برج معانا هو حبيبنا برج الدلو. برج الدلو الحلو الجميل الرائع الراقي، البرج الكمبيوتر، صاحب العقلية الكمبيوتر. أنت من أكثر المحظوظين. ليه؟ لأن برضو التحركات الكوكبية واعدة لك، خاصة النصف الأول من الشهر، نتيجة لاستمرار التوزيع الكوكبية الرائعة في برج الجوزاء، وأيضا بعض التغيرات التي تحدث معكم خلال الفترات القادمة. فترة تسعدكم كثيرا، وأيضا هتكون أنت من أكثر الأبراج الوصول لأهدافك، من أكثر الأبراج للوصول ما كنت تتمنى فعله. العلاقات تتحسن كثيرا، الضغوطات تنتهي عند الكثيرين منكم. فترة من أكثر الفترات التي ستمر عليكم بأمر الله البدايات والمستجدات الرائعة. فترة مهمة جدا. طيب ندخل على الأبراج الثلاثة الآخرين اللي الراحة هتبقى بالنسبة لهم حظوظ كبرى ونقلة نوعية ليهم، خاصة النصف الثاني. أول برج معانا وهو طبعا برج السرطان. برج السرطان اللي عدى عليه فترات صعبة نتيجة للتحركات الكوكبية الصعبة التي مرت عليه. فترة من أكثر الفترات، آخر 10 أيام من الشهر، من أكثر الفترات اللي هيبقى فيها طوق النجاة كده. يعني فترة كده هتبدأ تشم نفسك، هتبدأ تسيطر، هتبدأ تظبط أمورك. أيضا خلال المرحلة هتستعيد ما فقدته وهتستعيد بريقك مرة أخرى. هتنتهي الاختبارات التي حدثت معك، الكثيرين منكم مر باختبارات كبيرة جدا وفترات صعبة. الصعوبة تنتهي وهتبدأ فعليا في انك تعبر ما كان صعب عبوره سابقا.
أنت من أكثر المحظوظين خلال الفترة، وبشرة خير لبرج السرطان. فالشمس المتواجد في برجك يظهرك على حقيقتك وينهي التوترات التي حدثت خلال الفترات السابقة. إذا رابع برج معانا هو برج السرطان. نيجي الخامس برج معانا، وده من أكثر الشخصيات اللي هتشعر بالراحة آخر 10 أيام، برج الحوت. برج الحوت هتبقى مبسوط. زي ما طبعا كلنا عارفين ان زحل دلوقتي عندكم اللخبطه وعدم التظبيط والمستجدات والامور، وكثيرا منكم اموره لخبطت جدا وحساباته اتغيرت. فوجود زحل في برجكم تقريبا من شهر مارس لغايه الان ما شفتوش طعم الراحه، سواء في عمل، في توتر، في مشاكل. الكثيرين منكم بانتقال الشمس إلى برج السرطان بالنسبة لك ده بيت رائع جدا، وده البرج الصديق يجعلك تعبر الأزمة وهتشوف الفرحة بعد الضيق. مرحلة هامة جدا، وهتبدأ انك تستعيد الطاقة، تستعيد القدرة، تستعيد هنقول ظهورك، الكاريزما، كل شيء انت افتقدته سواء بتصرفات او بفعل فاعل. الفترة ستكون انت الاكثر سيطرة على كل شيء بالنسبة لحياتك، لامورك، تستعيد امور كثيرة جدا زي ما قلت كنت قد فقدتها سابقا. انت من الابراج التي ستشعر بالفارق الكبير، يعني في فرق كبير هيحصل حتى في نفسيتك، في اسلوبك، في طريقتك. انت من اكثر الابراج المحظوظة خلال الفترة. نيجي للبرج السادس معانا، برج العقرب. برج العقرب انت هتمر في البداية ببعض الامور والمستجدات، لكن اللي هتشوفه اخر 10 ايام هينسيك اللي فات. فترة ستكون الاكثر سيطرة على كل امور حياتك، فترة تستعيد فيها ايضا الحق الضائع، وعنوانك الانفراج في العمل والسفر. فترة هيبدأ فيها امور كثيرة ومستجدات من الممكن ان تنسيك اللي فات، وايضا تستعيد فيها قدراتك وطاقاتك، ويظهر وضعك الحقيقي، هيظهر فكرك الحقيقي بعد ما كنت مفهوم بطريقة خاطئة. يعني كل شيء بيتظبط عندك بداية من آخر 10 أيام. فالتحركات الكوكبية واعدة لك، خاصة النصف الثاني، بعودة الحق، عودة مكانتك الطبيعية، عودة هنقول الرؤية الصحيحة والطريق الصحيح للكثيرين منكم، وأيضا انفراجة في العاطفة. إذا الابراج اللي معانا هم 6 ابراج زي ما قلت كده: برج الجوزاء، برج الميزان، برج الدلو، برج السرطان، برج الحوت، وبرج العقرب. مش معنى كده ان بقيه الابراج ما عندهاش انفراجه، لا بل بالعكس، لكن دول الاكثر احساسا بالانفراجه والسعاده من غيرهم. حاجه تانية تنويه، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه واللي داخل على قناه جديد، اعمل اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اللي عايز قراءه خاصه بعمل القراءه مكالمه مباشره الساعه 2 3 زي ما بقول طبعا في القناه الثانيه. تواصلوا على رقم الواتس. يا رب كده يا جماعه الابراج تكون بامان وامان. السلام عليكم.